الأسرة الأولى في مصر القديمة حوالي من 3100 إلى 2890 قبل الميلاد. الأسرة الأولى دي كانت بداية التاريخ الرسمي لمصر القديمة. أول ملك كان الملك مينا نارمر، هو مؤسس الأسرة وأول ملك لمصر الموحدة. هو اللي أسس مدينة منف أو ممفيس، وبنى الجيش ونظم الدولة، وتابعه في الحكم ابنه الملك حور عحا اللي ركز على تقوية الحكم وتوسيع نفوذ مصر، وكان بيعمل حملات عسكرية عشان يحمي الحدود. وبعد الملك حور عحا جه الملك ضجر، وكانت فترة حكمه مستقرة، وعمل على توسيع التجارة مع النوبة، واهتم بالديانة، واتدفن في أبيدوس بمقبرة كبيرة، ودفن معاه 300 خادم لخدمته في العالم الآخر. وخلفه الملك جت، وفي عهده حدثت مجاعة كبيرة أثرت على مصر، وبعد موته تولت العرش بعده زوجته الملكة مارت نت، لأن ابنه الملك دن كان صغير، وبهذا بتكون الملكة مارت نت وتعني محبوبة نت، آلهة مصر السفلى، أول امرأة تحكم في التاريخ. وتولى ابنها الملك دن الحكم بعدها. والملكة ليها مقبرتين، واحدة في سقارة والتانية في أبيدوس. أما الملك عجئب فيعتبر مغتصب للحكم، وتميزت فترة حكمه بأنها فترة قصيرة، وكانت مليئة بالاضطرابات السياسية. سمرخت أو سمسو، الملك سمرخت كان ملك قليل الشهرة، وهو أول من احتفل بعيد الحب. وتنتهي الأسرة الأولى بالملك قاع اللي حكم مصر لمدة 33 سنة، وأهم أعماله كانت تنظيم أمور البلاد وأعمال الري وجباية الضرائب وحفظ السجلات. واتعرفت آثاره في أبيدوس وسقارة. وفي آخر سنوات حكمه حدثت العديد من المنازعات بين أفراد البيت المالك، مما جعل أسرة أخرى تتولى الحكم، ويبدأ عصر الأسرة الثانية.